السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. طبعا الفترة دي كده النور طبعا بيقطع و مش عارفة اعمل حاجة اصلا في البيت يعتبر، يعني غير الحاجات اللي هي العادية دي في النهار بعملها، بس طبعا لما النور مثلا بيقطع المية كمان بتفصل، فحوار متعب شوية. كمان الجو حر جدا. المهم هنا بقى صحيت بدري كده شوية. كان النور موجود فقلت اعمل كده فطار سريع. اول حاجة كده قطعت خيار، ودي جبنة لافاشكري. دي كان عليها عرض حلو قوي، بتهيألي وريتها لكم قبل كده او حاجة زي كده، بس مش عارفة يعني عشان مصورة الفيديو اصلا بقالي كام يوم. عليها عرض حلو فجبتها جربتها، طعمها حلو جدا. بس الفكرة فيها ان هي بحس ان هي عايزة سندوتشات اكتر، يعني عايزة يعني طعمها حلو جنب الاكل وكل حاجة، بس حاسة ان هي بقى تبقى حلوة لو ان شاء الله مسلم يبتدي حضانة او كده، تبقى حلوة جدا في السندوتشات، لان هي طبعا بتتفرد بسهولة وطعمها يعني دي طعم القشطة، فحلوة جدا. وفي واحدة تانية يعني انتي في العرض بتاخدي واحدة وعليها واحدة تانية بالجبنة الشيدر برضو حلوة قوي. يعني هما اتنين خلصوا على طول، لان هما شايفاهم يعني حجمهم صغير مش كبير يعني ولا حاجة. هما في الطبيعي الواحدة تقريبا بتبقى ب50 او كده. بس هي حلوة جدا، بتبقى حلوة جدا لو انتي زي ما بقولك عندك طفل في مدرسة او كده، فحلوة قوي. المهم هنا بقى عملت طعمية وجبنة وخيار، يعني فطار كده بسيط وخفيف، خفيف قوي. عشان يعني واحد كده كان يفوق يبدأ يومه. بعدها بقى كنت جايبة كيكة جاهزة، مش يعني مش جاهزة يعني على الأكل، لأ، اللي هي بتكون فيها محطوط فيها كل حاجة ما عدا انتي بس بتحط لها طبعا الحاجات مكتوبة ورا، بتحط لها الزبدة وبتحط لها وبتحط لها اللبن، وايه كمان هتشوفوا دلوقتي معايا. بس هي بصراحة هقول لكم دلوقتي هي طلعت عامله ازاي. انا كنت بجيبها قبل كده، بس ما كان تقريبا ما جبتش دريم قبل كده. دريم سعرها اغلى، بس طبعا حاجه دريم معروفه عن اي حاجه يعني موجوده في السوق. المهم هنا هحط 3 بيضات. انا بصراحه جبتها سليم، عمال يزن كان عايز ياكل كيكه، يعني حتى مصوركم فيديو الفطار ده بعد ما عملتها، يعني تاني يوم وكانت خلصت يعني. ما شاء الله. يعني مش عارفة كنت حاساها مختلفة جدا عن الكيكة. يعني انا جايباها كيكة بالشوكولاتة، اللي انا بعملها في البيت بحسها بتبقى اتقل، يعني حاسة ان دي كانت اخفف وطعمها كان حلو قوي، كانت عاملة زي بتاعة المطاعم اللي احنا بنشتري اصلا القطعة في المطعم بتبقى معدية، او الكافيه يعني. فكانت حلوة، كانت لذيذة اوي بصراحة. فالمهم هنا حطيت كده 3 بيضات، بس بشيل بس منهم القشر لان وقع شويه، طبعا ما ينفعش اسيبه، هناكله هناكله في الكيكه. انا بختفي وبرجع، يعني مش فاهمه الفكره، بس انا بختفي وبرجع تاني. فالمهم طلعت بصراحه يعني مختلفه وطعمها حلو جدا. بس سعر العلبه نفسها يعني ما كانش رخيص بصراحه. تستاهل، ايوه تستاهل، لان احنا لو حسبنا برضو حاجات برضو هتبقى مكلفة وكل حاجة. بس هي يعني حلوة مش وحشة، مش من الحاجات اللي هي مثلا بتجيبيها وتندمي ان انت جبتيها، بس هي حلوة جدا. هنا بس كده قلت اخفق البيضتين الاول. سليم هنا كان بيعمل معايا، لان هو اصلا اللي كان قايل لي عليها بصراحة. كان عمال يقول لي عايز كيكة، عايز كيكة. فهنا الاول حطيت البيض. انا بس كنت خايفة يكون بالحاجات بصراحة. بس طبعا هنا
هنا حطيت الزبدة. سليم تعبان، الكحة تعباه جدا بسبب طبعا الكهرباء مثلا بتقطع، بعد كده نشغل مراوح او التكييف وكده، ف بدأ يعني صدره يتعب. فالجو كمان صعب قوي ان طفل يبقى مثلا من حر يتنقل مثلا لهوا المروحة او كده، فيا رب بقى يعدوا اليومين دول على خير. المهم انا حطيت الزبدة وبعد كده حطيت اللبن وقلبت كل الكلام ده مع بعض. بعدين بقى هنزل بكيس المسحوق اللي هو بتاع الكيكة. طبعا بيكون فيه كل حاجة، بيكون فيه البيكنج باودر والسكر وكل حاجة. انتي مش بتحتاجي تحطي حاجة غير البيض والزبدة واللبن، ومش كتير كمان، يعني زي ما شفتوا نص كوباية زبدة، وحطيت يعني تقريبا كوباية لبن او نص كوباية بس. وقلبت الخليط كده مع بعض وحطيته في الفرن طبعا سخن. دي بقى الكيكه بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم انا دي قلبها يعتبر وهي سخنه ما شاء الله، فعلا كانت تحفه تحفه حرفيا، زي الكيكه بالظبط اللي بناكلها في الكافيهات وكده، بل احسن صراحه، حلو قوي. انا طبعا كان النور برضو فصل وجه، وقلت اعمل كبده على السريع يعني كده ناكلها لوحدها يعني كده جنب عيش وخلاص، لان مكانش فيه وقت بصراحه والجو حر جدا. عايزه اقول لكم بقى ان كل دي مواعين عايزه تتحط في الضلب بتاعتها، لان طبعا يعتبر مثلا لو بالليل مثلا واكلنا او كده ومثلا الكهرباء فصلت والميه قطعت، فبضطر اسيب المواعين مثلا لتاني يوم كده. فعندي حبه مواعين كلهم عايزين يعني يتحطوا في مكانهم، فالله المستعان بجد. هبتدي بقى ارجع كل حاجه مكانها، واستنوا لاخر الفيديو عشان هوريكم حبه حاجات جاتلي حلوه قوي. عندي الليد كمان الجزء اللي هو بتاع الاضاءه نفسه واقع منه، فمحتاج حد يعمله، وانا مش عارفه بصراحه، مكسله اشيله وارجع اركبه تاني، بس لازم يتشال لانه مش راضي خالص ان يظبط معايا الاضاءه بتاعته، ولما بيتظبط وكده وبيشتغل بيقع. يعني اكيد انتوا فاهمين قصدي، اللي هو الجزء اللي هو بتاع الفيشه نفسه، لانه هو مش متثبت، فكنت جايباه ساعتها من نون ومش متثبت، فكان جالي يعني جزئين عكس اللي كان عندي كان طبعا كانوا مثبتين وكل حاجه وكان حلو جدا، بس انا غيرته لو تفتكروا عشان الاضاءه، فده مش متثبت ومش عارفه اثبته. يعني انا حاولت وجبت حد يثبته برضو وما يعني قعد شويه وبعد كده برضو اتفك، ومش عارفه انا بقى اعمله تاني. فبفكر ان اوديه بقى لاي حد بتاع كهرباء يعمل لي الفيشه منه فيه، يعني ما تتفكش قوي كده. فان شاء الله هوديه يعني، عشان انا بصراحه بحتاجه. بيفرق، انا بالنسبه لي بعيد عن التصوير بيفرق في الاضاءه عندي. انا بحب معرفش، بحب الرخامه تبقى عليها اضاءه. يعني انا عامله الاضاءه دي من لما اتجوزت من 4 سنين، كانت حتى لونها بينك في الاول خالص، لو رجعت الفيديوهات القديمه كنتش بصور ولا اي حاجه. انا بحب الاضاءه قوي. فالمهم هنا بقى رجعت كل حاجه مكانها وابتدي امسح الرخامه، وهنا الدول كده كنت بظبطه كده، الحمد لله مش بتكركب يعني. دي كانت صغنونه قوي كده بس شايلها في الدرج. هنا بقى جالنا حلويات وحاجات، بس طبعا مش هناكل كل ده وقت واحد، لا. جالي كده شويه حاجات. المج ده عايزه اقول لكم كان نفسي فيه قوي قوي، وانا ما جبتش مجات جديده بقالي فتره، رغم ان انا بحب المجات قوي 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 وبحب اغير فيهم. زائد بقى الكتاب ده انا كنت كده كده هجيبه، واختي راحت جابته لي بقى هي والحاجات دي. فانا كنت ناويه اجيبه اصلا عشان حابه اقراه. هقول لكم بعد كده يعني هو عامل ايه كده. هو بتاع دكتوره ابتسام القاضي، فظيع. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب